السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دايما جبركم بخير وعلى خير، وكنتمنى دايما فيديوهاتي تنال اعجابكم ونكون بحال دايما كنفيدكم ولو بالقليل. كل مره كنجي نقدم معكم شي حاجه ولا كنبغي نجرب شي حاجه كنجربها معكم، او لو اذا جربت شي حاجه كنبغي نشاركها معكم عاود. واليوم جيت نجرب معكم بسطيله بحشو اي حشو عندكم بعجينه المسمن. هاد العجينه هذه تقدر تصوب بها اي حاجه، تعمر بها الحلو والمالح. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير ديالها وطريقه التحضير. عندي هنايا انا 400 غرام د الطحين، ما يعادل 4 الكؤوس د العنبه مثلا د الطحين. هذا الطحين بيض عادي د الحلوى. وعندي هنايا 2 معالق د الزيت كبارين بحال هيدا، يعني ديك كبيبرين. وعندي هنايا خماره غادي ناخذ النص ديالها، هي فئه 8 غرام غناخذ 4 غرام. عندي هنا بيضه غادي ناخذ غير ابيض بيضه فقط. وعندي هنا الملحه. وعندي هنايا 2 معالق كبار د العسل. وغادي نجمعو بالماء دافي، اذا كان الجو سخون كتجمعو بالماء عادي. صافي، هادو المكونات اللي عندي هذا الطحين مغربل اصلا، يعني غادي ناخذ الطحين ديالي كامل 400 غرام. غادي ناخذ الملحه، غادي ناخذ 2 معالق د الزيت، غادي ناخذ عاود 2 معالق د العسل. هادو اللي عندي هنايا معلقه د العسل، يعني زيت معلقه ماشي 2 معالق. وغادي نحط ابيض بيضه. في دابا غادي نضيفو 4 غرام د الخميره، يعني ما يعادل النص د هذه فيها 8 غرام، غادي ناخدو منها غير النص. دابا غادي نحاولوا غادي نجمعوا هادو صافي على هذا الشكل. دابا غنبدا نزيد الماء. صافي، من بعد ما جمعت العجينه ديالي دابا غادي نعركها مزيان على هذا الشكل هذا. صافي، من بعد ما عركتها شويه على هذا الشكل هذا، المهم كتبقى خفيفه، يعني المهم ما كتكونش كتلتصق في اليد، بالحق كتبقى هيدا خفيفه على هذا الشكل هذا. غادي ندهنها بشويه الزيت وغادي نحطها في ميكا ونخليها واحد ساعه ولا ساعتين. مهم خليها ترتاح مزيان ونرجع معاكم. صافي، رجعت معاكم من بعد ما رتحت العجينه ديالي، خليتها شي ساعتين على هذا الشكل هذا. شوف كتكون على هذا الشكل رطبه. صافي، دابا غادي نشكلها كويرات صغارين، المهم وسطين ماشي صغارين مره، على هذا الشكل هذا. ومن الاحسن يعني خصنا نجيبوهم مثلا عدد زوجي، يعني مثلا 8 او لا 10 او لا، المهم ضروري يكونوا هيدا 6 8 10 باش كيجيونا فحال فحال. لا غنحطو من تحت لا غنحطو من فوق، كيجيو فحال فحال. صافي، غادي نخليهم عاود يرتاحوا وغادي نمشي نوجد الحشوه ديالي ونرجع نكملو. صافي، دابا رجعت معكم باش نعدل التشرموله ديالي د الحوت. عندي هنايا، المهم انا نعطيكم هاد المقادير اللي كيبانوا لكم دابا. عندي هنايا نص كيلو هذا الكمبه مقشر. وعندي هنايا هذا اللي كيقولوا له سيبيا ولا المهم بحال الكراميل هذا. وعندي هنايا الشامبينيون. عندي هنايا شويه د الهريسه وشويه د الصوص د مطيشه. وعندي هنايا هادو الحنوط د الحوت، حنوط د الحوت. المهم اي نوع، يعني اي نوع عندكم، ما عندكم شي كتكتفيو بهذا الشيء. عندي هنايا مصيره واحد ليمونه مصيره هيدا على هذا الشكل هذا، يعني ماشي كتكون دايبه مره. وعندي هنايا 5 6 فصوص د الثوم. وعندي هنايا سكينجبير زنجبيل محكوك. وعندي هنايا هذا المصير، ديك المصير اللي كحال اللي كيكون مالح وكيكون يعني قديم بزاف. هذا غير شويه هذا منه، اي طريف هيدا ما كانش ماشي مشكل، كنكتفيو غير بهذا. صافي، عندي هنا زيت زيتون وفلفل غبره يعني فلفل احمر.
عندي هنايا معدنوس والاصبون مخلطين مع بعضهم. عندي الملح على حسب، يعني حتى غادي نذوق غادي عاد نزيدها. وعندي هنايا سويه الصوجه، عندي هنايا الصوجه. صافي هذه غادي نحتاجوها حتى من بعد. المهم دابا غادي نحضر الترميله ديالي معاكم. غادي ناخذوا الهشوار، كناخذوا الهشوار باش كنوجدوا فيها كلشي. كنحطوا هذا كنحطوا الربيع هو الاولي. كنحط هاد التومات والزنجبيل وهذا. كنخليو هادو من الاحسن نخليوهم حتى من بعد. كنحطوا عاود هذا ماشي كامل كنخليو، المهم كنخليو هادو. انا غنقول لكم من بعد واش غنحتاجو. كنحطوا هاد الليمونه عاود، كنحطوا هاد الهريسه وهاد الصلصه. نحط القياس اللي بغا. صافي غادي نحطوا هادو التوابل السمك. كنحط الصوجه، هذه الصوجه اللي كتمشي مع اي حاجه، يعني الحوت الطياب اخر. صافي دابا غادي نحط شويه الزيت هنايا، زيت زيتون هذه عندي. صافي حطينا هادو التوابل كاملين. غادي نطحن هذا وغادي نرجع معاكم. الشرموله هذه هي اللي غادي نطيبوا بها هادو. غادي نزيد لها واحد معلقه هيدا التحميره. خلطوهم هيدا مزيان مع بعضهم. صافي من بعد ما خلطت هيدا مع فلفل غبره تحميره، دابا غادي نمشي نعمل هذه الشعريه الصينيه ديالي في الماء. وهنا معاكم غادي نجوز نشحر الحوت اللي عندي. اول حاجه عملت هنايا واحد 2 معالق الزيت، وغادي نعمل واحد المعلقه هيدا كبيره، حيت هذه معلقه صغيره عندي. غادي نعمل هاد المعلقه هذه على هاد الشكل هذا. وغادي نعملو واحد شويه د المليحه، غنعملو شويه هاد السكينجبير الزنجبيل يعني. صافي وغادي ناخذ هاد الحوت هذا غنشحرو هو الاولاني. هذا ما كياخذش الوقت، يعني غير واحد 5 دقائق 8 دقائق هيداك كيكون واجد. اذا تعطلتوا به كيصح بالعكس. صافي على هذا الشكل غادي نخلط هيدا. انا غنحطو على النار، وملي غادي نبقى نعبيه ونجيبو هيدا مثلا بحال قلتلكم شي 8 دقائق ونرجع معاكم. صافي من بعد ما شحرت هذا يعني صوتيته مزيان طاب مزيان هذا. دابا غادي نعدل. عملت هنايا عاود واحد 2 معالق الزيت، وغادي نعمل عاود شرميله. عاود نعمل واحد معلقه كبيره عمره. وغادي نحطو الكروفيت هنايا عاود، ونحطو عاود واحد شويه الزنجبيل. عاود نخلطها هيدا، نمشي عاود نصوتيها شويه ونرجع معاكم. صافي بحال اللي كتشوفوا شحرتها، يعني كتعلي لا عاود العافيه مجهده باش ما كطيحش الماء بحال اللي كتشوفوا. عاود نحط الزيت هنايا 2 معالق كبار مثلا، وغادي نحط عاود الشرموله ديالي. وغادي نحط عاود شويه الزنجبيل باش نعاود نشحرو هذا عندي مستقطره من الماء يعني نيشان. خلطو عاود مزيان، وغادي نصوطيه عاود واحد شويه، نزيد له شويه الملح، وغادي نصوطيه شويه عاود ونرجع معاكم عاود. صافي من بعد ما شحرت عاود الشامبينيو ديالي على هذا الشكل هذا. صافي كنضيفو حتى هو على هادو. صافي كناخدو هاد الصوص اللي كيهبط من هادو كاملين، خليتهم كيستقطروا يعني كاملين. دابا هاد الصوص اللي كيهبط عليهم كيهبط منه كنحطوه هنا، وكنزيدو واحد شويه الزيت. كنزيدو هاد الصلصه هاد الترموله اللي باقا لنا.
وكنزيدو هادو اللي قلتلكم حتى الاخير غادي نقول لكم فيه زيدو. غادي نزيدو هاد الزنجبيل هاد شويه اللي بقات لي هنايا، وهذه ديك الليمونه اللي خليت ديك الطريف قطعتهم صغيورين بزاف على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. كنزيدهم هنايا حتى هما من بعد ما طيبت الشعريه الصينيه ديالي بحال اللي قلتلكم. يعني غادي نحطها هنايا باش غادي نشحرها هيدا في هاد الامه هادي باش ما كتبقاش بيضه، باش حتى هي كتلذاذ وحتى هي كيكون عندها المذاق مزيون، ماشي ديك الشعريه بايطه هذاك بوحديتها ما كتجيش مزيونه. المهم انا غادي نحط الشعريه ديالي هنايا، انا قطعتها كما كتشوفوا. المهم انا غنحطها كامله وغنشحرها حتى هي ونرجع معاكم. صافي بحال اللي كتشوفوا شحرت هذه ديالي. المهم ماشي شحرت يعني عبيتها وجيت باش تدخل فيها لئامه مزيان وصافي. دابا غادي ناخذ شي حاجه كبيره وغادي نخلط فيها هاد المكونات هادو كاملين وغادي نخليهم يبردوا وغادي نرجع معكم باش نطلع العجينه ديالي. صافي رجعت معكم كما كتشوفوا. دابا العجينه ديالي جبرتها مرتاحه، مرتاحه مزيان صراحه. دابا هيدا كتساعد على الطليق مزيان. دابا غادي نبدا نورق العجينه ديالي. هنايا غادي نعمل شويه الزيت، غادي نطلقوها دابا في الاول غير بالزيت. المهم حطيت عليها الثانيه، دابا هذه الثالثه كما كتشوفوا. دابا انا هيدا طلقتها كنطلقها غير بالزيت، من بعد كنعمل الزبده هنايا نحاول نقوزها مزيان، عاد كنهزها وكنزلها على الجهه اللي عملت عليها الزبده وكنطلقوها عاود هيدا هنايا بحال اللي طلقت الثانيه على هذا الشكل هذا. هيدا كنحاولوا نعبيوها مزيان، كنحاولوا نجبدوها مزيان باش هيدا كتورق معانا، وكنعدلوا عاود شويه الزبده هنايا. دابا غادي نعدل الكره الرابعه صافي باش ما نطولش عليكم حتى نسالي وغادي نرجع معكم. صافي بحال اللي كتشوفوا خلطت الحشوه ديالي مزيان كامل مع بعضيتو، ودابا غنبدا نشكل البسطيله ديالي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. خدينا 4 الاولانيين، 4 الورقات الاولانيين ونزلنا عليهم الحشو وغنبداو نطويو. كل ما كنطويو كنحطوا الزبده صافي صافي على هذا الشكل. غندهنوا الصينيه ديالنا مزيان ونقلبوها عاود فيها ونسرحوها فيها مزيان باش ناخذ الشكل ديال الصينيه، وناخذوا شويه ديال الزيت مع التحميره وباش ندهنوا به الوجه ديال البسطيله ديالنا وصافي. كناخذوا اي عود بحال هذا يعني عود الشوا ولا هذا وكنطأبوها به هيدا مزيان باش باش ما كطرطقناش في الفران. صافي على هذا الشكل هذا يعني نبسطوها مزيان صافي. دابا غادي ندخلوها للفران وغادي نعملوها على درجه حراره 150 درجه، ما نزيدوش باش كطيب على المهل، ونرجع معكم في شكلها النهائي. بحال اللي كتشوفوا جات معكم في الشكل النهائي، جات على هذا الشكل هذا، كتجي مورقه وكامله مقرمشه. التزيين كل واحد يزين بالطريقه اللي بغا كيتسمى. انا زينت هذا التزيين هذا بسيط وصافي. كنتمنى تجربوها وكنتمنى تنال اعجابكم. وفحال اللي كنقولوا يعني كنعوضوا باي حاجه عندنا، ما كاينش الورقه غادي نعدلوا حتى حنايا الورقه بحال اللي انا ما جبرتهاش. المهم قلت نجرب مع هاد الطريقه هذه وجات غزاله كتبان. انا باقي ما ذقتهاش. المهم انا غنقطع معكم واحد الطرف باش نشوف كيفاش جات من داخل.
كتسمعوا الصوت ديال القرمشه. ها الصوت ديال القرمشه وجات مورقه غزاله. مهم ها شكلها من هنايا، وصراحه كتجي هشيشه، وتشوف الورقه كيف كتجي مورقه غزاله احسن من الورقه اصلا. مهم كنتمنى تجربوها، كنتمنى تردوا عليا في كومونتيرات، وكنتمنى تعجبكم، وكنتمنى تشاركوا معايا فضلا وليس امرا. وكنشكر بزاف اللي كيشتركوا معايا، الصراحه كيفرحوني وكيزيدوا يشجعوني انني نقدم المزيد، وانني نفتش على وصفات جدادين، وانني ما نملش. شكرا بزاف بزاف، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ووصفه قادمه ان شاء الله.